إجراء من بنو هاشم يهم التحضير للقاء الكوكب المراكشي. تطورات جديدة في علاقة مطيع بالوداد. والآن إلى التفاصيل. إجراء من بنو هاشم يهم التحضير للقاء الكوكب المراكشي. أقدم مدرب نادي الوداد الرياضي على إجراء يهم التحضير للقاء الكوكب المراكشي بعد غد الجمعة برسم الجولة الأولى من البطولة الوطنية. وتابع أن بنو هاشم حذر جدا من لقاء الكوكب المراكشي، مشددا للاعبيه على ضرورة الالتزام والانتباه من لاعبي الفريق العائد حديثا إلى القسم الأضواء من البطولة الوطنية الاحترافية. ويواصل الوداد تحضيراته للمباراة المقبلة أمام الكوكب المراكشي، والتي ستجرى بعد غد الجمعة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة 8 مساء. تطورات جديدة في علاقة مطيع بالوداد. صفحت إدارة الوداد الرياضي عن الحارس يوسف مطيع، ورخصت له بالعودة إلى تدريبات الفريق الأول خلال حصة يوم الأمس بعد قرار إبعاده عن المجموعة وإحالته على اللجنة التأديبية في الوقت السابق. وظهر مطيع في التدريبات أمس الثلاثاء إلى جانب المدافع أيمن الديراني بعد فشل عملية الانفصال عنهما خلال الميركاتو الصيفي الأخير. وكان مطيع قد أثار جدلا كبيرا عندما سجل مقطع فيديو قصير بهاتفه المحمول من ملعب التدريبات ببوسكورة، احتج فيه على عدم إبلاغه بموعد إحدى الحصص التدريبية، مشيرا إلى أنه تصرف غير احترافي. وتراجع الوداد عن إنزال عقوبة ثقيلة على الحارس المطيع بعد وفاة والدته قبل أيام قليلة، وعاد ليتدرب مع الفريق الأول بشكل طبيعي. ورفض الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فسخ عقد مطيع، وطلب منه جلب عرض لمناقشته، وهو الأمر الذي لم يستجيب له اللاعب لتتوتر العلاقة بين الطرفين. ولو وصلتي حتى لهنا لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.